عشق البنات ده عشان تقولوا لي رايكم يعني، بس شوفوا الفيديو وقولوا لي ايه رايكم. بص الفستان اللي بجد، بص الفستان بجد خطير، حيرة كل فيديو. طبعا معايا النهارده بقى لبس العيد كله، مش مستخسره فيكم حاجه، فمش عارفه هبدا بالفساتين الاول ولا هبدا بالسوتات الاول، فمحتاره. فيعني قولوا لي كده نبدا بايه؟ فكروا كده 3 ثواني. انا حاسه ان انا فكرت وقررت انا عايزه ابدا بايه، فايه انتوا هتبداوا معايا للاسف عشان انا اللي بعمل الفيديو. فيلا بينا نشوف لبس العيد. بس قبل ما نشوف لبس العيد تحطي اللايك وتعملي سبسكرايب في القناه، عشان يعني الفيديو ممكن يبقى بارت 1 وبارت 2، فمش عارفه بصراحه، على حسب لو طول مننا قوي، عشان كمان جبت بيجامه يوم الوقفه بصراحه بحب الحاجات دي قوي، فهبقى اوريها لكم. فلو طول هيبقى بارت 1 وبارت 2، بس هينزلوا بسرعه قوي. فيلا بينا عشان نشوف لبس العيد. انتي لسه ما عملتيش لايك بجد؟ مش هفرجك. يلا اسمعوا كده. انا قررت هبدأ بالفساتين دول، 5 فساتين. نقول ما شاء الله، قولي ما شاء الله، قولي ما شاء الله. بصوا بقى، بس بصراحه انا محتاره ابدا بايه. فده اكتر واحد انا حباه، اكتر واحد، بعد كده ده. فانا هبدا باكتر حاجات انا حباها، خليها في الاخر بقى، في الاخر، عشان انا بجد الحاجات دي بحبها قوي. يلا بقى نبدا باول واحد. جاهزه. غمضي عينك، فتحي عينك وشوفي لي السكر الواسع المحتشم ده. بنحاول على قد ما نقدر يا جماعه نوسع لبسنا، ماشي؟ نوسع ايه لبسنا. فده اول فستان. انا بس عايزاكم تشوفوا، انا طبعا بفرهد بسرعه، فيعني لو لقيت بقى في تفاعل كده وعيلتنا كبرت، اخواتي فايه هبقى اسلكم. لكن انا عيست بنت خالتي بجد بصراحه، عيستها اللبس كله. فهحط لكم الفيديو جنبي هنا كده وانا بوريكم الفستان. بصوا في رباط هنا كده من الجنب، وبيقابلوا واحد من ورا. وبصوا بجد، شايفين السكر؟ اللون بتاعه خطير، والخامه بتاعته كده اللي هي السي واي تقريبا. فهو مريح قوي للصيف، يعني بسرعه تك الطرحه تحفه. خصوصا بقى ان انا جبت طرح اللي هي الجديده دي، وجبت طرح كتان، فعايزه اصلا اطلع اوريها لكم في فيديو ونلف بقى الطرح مع بعض ونشوف بقى لفات جديده. فقولوا لي ايه رايكم بقى. صح؟ تعالوا نشوف التاني. الوان الصيف وحلاوه الوان الصيف وطعامه الوان الصيف. بصوا بقى ده يعني بصراحه انا عايزه اوريكم بس من ورا. يعني خامته صيفي على فكره. استنوا بس عشان بحس ان انا بصوا الفيديو اصلا هحطه لكم دلوقتي، بس بصوا الديل، شوفوا لي الديل وجماله. هو اصلا مش بيبقى طويل لحد تحت. انا هوريكم الفيديو دلوقتي فانتوا اكيد هتشوفوه وتشوفوا الصوره برضه. بس انا زعلانه منك يا اللي بتتفرجي عليا، عشان انتي ما حطيتيش لايك للفيديو ده. وده الفستان التاني، مش هوريك التالت ولا الرابع ولا الخامس، انا قلت تعالي نشوف التالت طبعا عشان برجع في كلامي بسرعه. بصوا لي بقى، بصوا الاتنين دول شبه بعض، نسخه. بس انا عاجبني اكتر اللون ده. بصوا اللون ده تحفه يا جماعه بجد. الخامه دي مختلفه عن الخامه اللي فاتت، دي كتان. قولوا لي بقى انهي لون احلى على وشي، يعني هما الاتنين انا حابه ده اكتر. بصوا ده لونه حلو قوي. بصوا اللون بتاعه لونه عسلي كده، اما ده لون فاتح. ده من غير حزام، ده بحزام، بس هما نفس الفستان. هما تقريبا نسيوا يحطوا حزام هنا. المهم انا مش عارفه في حد زيه ولا لا. انا اكتر حاجه يعني بجد، اكتر انسانه في الكوكب لو عجبها حاجه بجد بتكرر منها مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني انا في بنطلون عندي جبت منه 3 مرات، لدرجه بجد ان انا ببقى خايفه الناس لما تشوفني في الشارع تقول لي هو انت ما بتغيريش البنطلون ده. بس اقسم بالله يعني ببقى نفسي اجيبهم كده. زي مثلا الطرحه السوداء دي لازم. بصوا يعني صديقتنا كده في الصيف، فانا مش عارفه في حد زيه ولا لا. فهم بصوا الاثنين دول عجبوني. فايه رايكم؟ قولوا لي انهي لون احلى فيهم، الاولاني ولا التاني؟ انا عاجبني التاني اكتر. فانتوا قولوا لي انهي لون احلى من وجهه نظركم. وتعالوا بينا نشوف اخر فستان. في عشق البنات انا كنت، هو بيقول انا كنت نابليون ولا انا فقت
نابليون. انا مش عارفه، انا حاسه ان هو بيقول انا فكت نابليون عشان انا قريتها قبل كده، فانتوا قولوا لي هو يعني هو بيقول ايه بالظبط. المهم عذرا طبعا لصوتي المعفن. يلا احنا اسفين استاذ محمد منير. الفستان اللي فات الفيديو اللي انا حطيته لكم ده دي بنت خالتي، فهو واسع عليها شويه، لكن عليا انا مظبوط يعني الحمد لله. بصوا بقى انا جايه لكم ورقبتي قد السمسمه، تقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان أنا اصلا سمسمه. فبص انا مش عارفه اوريه لكم ده فستان من انهي اتجاه، يعني انتوا هتتخضوا، بس ده فستان، ده من اللي فيه خياطه، ده من الظهر، اما ده من قدام. طب بيتلبس ازاي بقى الفستان الجميل ده؟ طبعا انا هوريكم الفيديو، تحفه يا جماعه، واللون ده خطير. بصوا بقى بجد اللون ده بقى عاجبني قوي، وهو اصلا بيبقى تحفه، بيتلبس كده على شميز وتحت بنطلون اسود او جيبه او اي حاجه. المهم خطير خطير بجد. انا هوريكم الفيديو، انا حبيته بصراحه يعني، ده بجد هنا في قلبي في قلبي. المهم الفستان ده بجد انا مستنيه رايكم فيه، لان هو بجد عاجبني قوي قوي قوي. كان في الوانات كتير بقى، بس انا اخترت اللون ده، يعني قلت بقى ايه، احنا عارفين طبعا الصيف يعني الوان. انا جبت حاجات اللون ده قبل كده، وكان نزلتها في فيديوهات برده، كنت بوريكم اللبس وكده، بس قولوا لي ايه رايكم بجد، قولوا لي ايه رايكم. انا مش عارفه اوريه لكم ازاي عشان تقولوا لي رايكم يعني، بس شوفوا الفيديو وقولوا لي ايه رايكم. بص الفستان اللي بجد، بص الفستان بجد خطير. تعالوا بقى نشوف حاجه ولا حاجتين تاني، ونبقى نعمل بقى جزء تاني ان شاء الله كده، اوريكم بقى البيجامات بتاعت يوم الوقفه، واوريكم فيها السوتات، واوريكم البناطيل الجديده اللي انا جبتها، بس طبعا كله واسع محتشم يعني، محتشم، اهم حاجه الاحتشام. فيلا بينا نشوف اخر حاجه معانا. شوفوا بعينيكم واحكموا بقلبكم يا جماعه بجد. بص شايفين الوسع والاحتشام والقمر والحلاوه، هي ادوار كده. بصوا هي لما الهوا بيطيرها هتشوفوها بقى. استنى بصوا مش راضيه تنزل زي ما انا عايزه. المهم بصوا بقى فيها كده ايه، هي فيها حزام تقريبا، لا ما فيهاش حزام، هي واسعه مش فاكره، وفيها استك كده من عند الكم، يعني استك كده حبه حركات كده، اللي هو استك كده وطلع كده. دي بقى يعني بفكر البسها معاكم الفيديو الجاي، واحنا بنكمل بقى لبس العيد وكده. المهم انا مش هنزل بيجامات العيد اللي هي عليها قلوب والكريز والحاجات الحلوه السكر المسكره اللي زيكم دي، غير لما تعملوا لايك بجد وتعملوا سبسكرايب في القناه. انا كنت ثالثه اعدادي، قعدت اقول لهم انا هنزل الفيديوهات بعد ما تخلصوا امتحانات، انا اسفه يا ثالثه اعدادي. قولوا لي اللي بيتفرج عليا في سنه كام وخلص امتحانات ولا لسه. طبعا ثالثه اعدادي وثالثه ثانوي دول، لا دول يعني بجد نرفع لهم القبعه والله يكون في عونكم. تقريبا ممكن بقى الجزء الثاني ينزل لما ثالثه اعدادي تخلص، فانتوا اثبتوا كده نفسكم وقولوا لي انتوا في سنه كام بالظبط. وبس ان شاء الله الفيديو الجاي هطلع لكم بقى لابسه البلوزه دي، عشان دي الوحيده اللي ما صورتش بيها بنت خالتي. فبس كده، يا رب اكون ضيفه خفيفه لذيذه قطقوطه مقطقطه عليكم. بس كده، باي.